ما تيجوا اقول لكم انا بعمل الرز بلبن ازاي. طبعا لو قلت لكم اني هعمله وهيطلع احلى من المحلات مش هتصدقوا غير لو جربتوه. بجد يا جماعه سهل جدا، وكلنا عندنا الرز وعندنا اللبن. ميزته الحقيقه ان هو ممكن يتاكل في الصيف في الشتاء، في كل الاحوال بينفع دافي او بارد، حلو جدا. تعالوا نعمله بسرعه كده وبجد هيطلع طعمه وهم. عندنا كوبايه رز مش مغسوله، ودي حاجه مهمه جدا. لو عايزين تقللوها نص كوبايه او تلات ارباع كوبايه في ايديكم حسب ما بتحبوا كميه الرز. حطيت عليهم 3 كوبايات من الميه وسبتهم. اول ما غلوا طفيت النار وسبتها من نص ساعه لساعه لحد ما الرز شرب تقريبا اغلب الميه. هنزل بعد كده عليهم ب5 كوبايات من اللبن، يعني لتر وكوبايه. هحط الاول 4 كوبايات من اللبن، والكوبايه الخامسه دي هسيبها عندي على جنب. هسيب اللبن دوت لحد ما يسخن على النار، وفي الوقت ده الكوبايه اللي انا سبتها على جنب هحط عليها باكو من الكريم شانتيه، تقريبا عاملين 4 معالق كبار. وهحط كمان معلقتين كبار من النشا، يعني عايزه اعمل حاجه شبه المهلبيه شويه. هقلبهم بقى حلو على البارد قوي. وفي الوقت ده اللبن لما سخن نزلت عليه بكوبايه من السكر، شايله منها معلقه كبيره. هقلبهم حلو علشان السكر يدوب. ودي المعلقه اللي انا شلتها على جنب هحط عليها حاجه مهمه جدا. هنزل عليها ب3 فصوص من المستكه، 3 صغيرين. اللي مجربش يا جماعه رز بلبن بالمستكه بجد فايته كتير. بظهر المعلقه كده هطحن المستكه مع السكر علشان تديني نكهه وما تبقاش طعمها ما تبقاش مكلكعه وباينه. هنزل بقى بيهم على كوبايه اللبن واقلب الكلام ده حلو كويس مع بعض لحد ما النشا يدوب. وهنزل بيهم على اللبن الباقي واسيبه على نار هاديه لحد ما يبقبق كده ويغلي. يبقى هو كده خلاص استوى. شايفين عامل ازاي؟ عمل وشه خطير. طبعا بقى تقدموه في طواجن صغيره في كوبايات زي ما انتوا عايزين. لو بتحبوه كمان دافي حطوه في طواجن ودخلوه تحت الشوايه في الفرن مجرد ان هو ياخد لون. لو عايزينه يبقى دسم شويه تقدروا تحطوا على الوش قطع زبده صغيره قوي، بس هو من غير حاجه تحت الشوايه هياخد لون برضه. ملوش حل، والمستكه مخليه ريحته في حته تانية. بألف هنا.